السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد واولى فيديوهات كورس التحاليل الطبية. وهنتكلم عن انابيب سحب العينات. انابيب سحب العينات دي ادوات مخصصة لسحب الدم من المريض بهدف اجراء التحاليل الطبية المختلفة. كلها انبوبة مش بس بلونها مختلف، كمان فيها مادة مضافة مختلفة حسب النوع التحليل بيتم حفظ فيها دم المريض. إيه هي بقى أنواع الأنابيب واستخداماتها؟ أول أنبوبة معانا هي الأنبوبة البنفسجية، دي تسمى أنبوبة الإيديتا. دي بتستخدم لتحاليل صورة الدم الكاملة وال HbA1c والهيموجلوبين وكرات الدم البيضاء، لأن المادة اللي فيها بتمنع تجلط الدم وتحافظ عليه في حالته الطبيعية. تاني أنبوبة هي الأنبوبة الأزرق فاتح أو الستريت، مخصصة لتحليل التجلط زي البي تي والسي تي والبي تي تي، عشان بتحتوي على مادة مانعة للتجلط بس بنسبة دقيقة جدا. تالت أنبوبة معانا وهي الأنبوبة الحمراء أو أنبوبة السيروم البلين. دي بتستخدم لتحليل الكيمياء الحيوية كلها زي تحاليل وظائف الكبد والكلى، السكر، البيليروبين، كل التحاليل اللي بتشتغل على جهاز الكيمياء، لأننا بناخد السيروم عشان الأنبوبة دي مفيهاش أي مادة وبتسمح للدم إن هو يتجلط، وإحنا بنستعمل السيروم بتاع الدم. الأنبوبة الرابعة معانا هي الأنبوبة الصفراء أو الجل سيبريتور أو اس تي. بتحتوي على جل بيعمل فصل بين السيروم وخلايا الدم بعد طرد مركزي، وده بيسهل إجراء التحاليل. الأنبوبة دي الفرق بينها وما بين الأنبوبة الحمراء، الاتنين بناخد فيهم السيرم وبنسيبه العينة تفصل أو نفصلوها بالسنترفيوج. بس أنبوبة الجل بتستخدم للتحاليل الأكثر دقة وتحافظ على العينة لمدة من 2 ل5 أيام. الأنبوبة الخامسة معانا هي الأنبوبة الخضراء أو الهيبارين تيوب. دي بتستخدمها لتحاليل خاصة، خصوصا لو محتاجين بلازما، لأن الهيبارين بيمنع التجلط، وممكن نستخدموها في تحليل ال ABG أو غازات الدم الشريانية. سادس أنبوبة والأخيرة هي الأنبوبة السوداء أو الأنبوبة الطويلة أو أنبوبة ال ESR. هي أنبوبة مدرجة من 0 ل100، تتم فيها قياس نسبة سرعة الترسيب عند المريض من 0 إلى 100 بعد ساعة وبعد ساعتين. والأنبوبة دي تحتوي على ديتا تمنع تجلط الدم. لو أنت مريض ما تقلقش من تعدد الأنابيب وكثرتها، وكل واحدة بتتسحب لسبب معين وبطريقة آمنة عشان نطلع لك التحليل بدقة تامة. أما لو أنت طالب أو مهتم بالمجال، مهم جدا تعرف ترتيب الأنابيب لتفادي أي تلوث للعينة، وده بنسميه الأوردر أوف درو. يعني أحط في الأنبوبة السيروم الأول عشان ما فيهاش مادة، وبعد كده أحط في الإيديتا، وبعد كده أحط في الستريت عشان المواد ما تختلفش مع بعضها ويحصل تغير طفيف في نتيجة التحليل. وبكده نكون عرفنا ليه أنابيب السحب مختلفة في اللون والمكونات، وكل واحدة بتلعب دور مهم جدا في تشخيص الأمراض بدقة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان توصلك كل فيديوهاتنا الطبية الجاية وكورس التحاليل الطبية. شكرا، سلام.